الفيديو هذا لاقى رواج كبير، لكن إذا عرف السبب بطل العجب. أكيد أنه الفيديو هذا هو فيديو تهكمي. هذه حاجة الأولى. دخلوا فيه الناس اللي ما عندهاش عيد، جيران السوء منا. السبة أنه الحجم تاع الكبش هذا يخلي الإنسان يستفسر في الكومنتات. كل واحد خلاه الفضول أنه يعلق على الفيديو هذا، على كذا كان انتشر هذا الفيديو. لكن السؤال اللي نطرحوه أنه رئيس الجمهورية كي اعلن على استيراد مليون رأس، أو أعطاه هذه ولا حدد المسؤولية وزارة الفلاحة مع وزارة التجارة كذلك وزارة المالية أنهم يجتمعوا ويديروا دفتر شروط، بحيث أنه هذا دفتر الشروط بعد ما داروه حددوا ميزات كيباش اللي راح يستوردوها. الكيباش هذه ما تكونش اقل الوزن تاعها 35 قيله ولا 40 كيلوغرام ما فوق، تكون صالحه للاضحيه. هكذا هذا رئيس الجمهوريه قال كيما هكذا، ودفتر الشروط كيما هكذا. لكن اللجنه التقنيه اللي راح تستورد هذه الصوالح هذه ما داروش في الاعتبار هذه، ما داروش في الاعتبارات هذه، وجابوا يعني كيما يبيعونا احنا في السوق، دير رقيقه والخشينه على ولا كاش تخيار. هي في الاصل هذو الكيباش هذه جايه للاضحيه، وما دامها جايه للاضحيه لازم تكون توفر فيها الشروط الاضحيه. قال واحد يعني مسكين قال لك هذا كنت تعطيه لنسيبتك ما تقبلوش عليك، كيف تعطيها لربي؟ هذه كون ديروا هديه، هذا كون ديروا هديه لنسيبتك ما تقبلوش عليك، تزعف. ديروا لرب العالمين، ديروا هديه كيما هكذا. حنايا الاستيراد هذا مش من اجل الذبح، من اجل اللحم. هذا الاستيراد هذا هي هذه الى المولى عز وجل. اخي هكذا الناس اللي وقفت على عمليه الاستيراد هي خصها تتحاسب على هذه القطط اللي جابوهم. كاينه كيباش الله يبارك وناس يعني فرحت بها، وكاين في الكوطه تلقى برك حتى 100 ولا اكثر، على اساس ما شفنا في نقاط التوزيع. حتى انه النايب قاده نجادي حكى على القصه هذه في الصفحه تاعو في الفيسبوك، قال لك بانه الموظفين في نقاط البيع يخيروا الحاجه اللي مليحه يعطوها لمعارفهم وكل شيء، ولا يبيعوا جيطوات ب 500,000، والناس الاخرى المواطنين الاخرى يدوا الحاجه رقيقه الهزيله هذه كيما كتبها في الصفحه تاعو في الفيسبوك. لكن كون جات هذاك الكيباش كل من 35 كيلو فما فوق ما تسراش هذه الحكايات هذه، ما يكونش الفيديو هذا فيرال في التيك توك وفي منصات التواصل الاجتماعي. يعني الناس اللي وقفت على عملية الاستيراد وما احترمتش دفتر الشروط اللي أول شيء تخدم قبل عملية إدخال هذا الخراف هذا، ما وقفوش عليه، يلفوا يتحاسبوا. هذا هو، وهذا مكان. أتهلاو في رواحكم. السلام عليكم.